من الطقوس اللي تسويها كل عائله عراقيه قبل العيد هي الكليشه. قعدت اليوم الصبح وشميت ريحه غريبه بالبيت، تعالوا خلينا نشوف شنو مصدر هاي الريحه. ايوه الكليشه العراقيه. طبعا انا جيت على واخر. هاي الصينيه كانت متروسه عجين. هاي كل سنه بالعيد الصغيره وبالعيد الكبير الحجيه تترس عجين وتسوي بيها الكليشه. يما ايش دعوه هالقد مسوي كليشه؟ انت تحكين صدق؟ ثواب موتانا وموتى المسلمين والمسلمات. ما يحشون العجينه يخلوها هنا بالقالب وبعدها تطلع بهذا الشكل. وهاي الصينيه عباره عن فخ بيها كليتش ام الحلقوم وام الجوز وام التمر مشكل يا لو صايره. وهسه ندخل الصينيه بالفرن. وهسه استوت الكليتش مالتنا. بس تخيلوا وياي انه هاي الكميه يشتغلون بيها اكثر من 8 ساعات. طبعا اغلب العوائل نست هاي الطقوس مال الكليتش، قاموا يشتروها على الجاهز، ما ادري ما عندهم مجال، بس احنا ابد لا الا نسويها بدينا، نقول بسم الله ونفتح هاي. الله ام الحلقوم، شوف حظي شلون حلو، اول وحده مديت ايدي عليها ام الحلقوم طلعت طيبه ورهيبه فول، اكيد لان كليتشتنا غير. نبدي بالثانيه ام الجوز. واهم شيء لازم يكون الشاي الراعي الاساسي لهاي الحلا اللي يسموها الكليتشه. وهسه شنو نبدي نستطعم على الهواء الطلق. دائما اغمس الكليتشه بالشاي. طبعا هاي ام الجوز فول رهيبه. بو ام الحلقوم شلون هي تصيح عليك من بعيد. وهسه احكوا لي انتم شو تحبون اكثر شيء، ام التمر لو ام الحلقوم لو ام الجوز؟ والاهم من كل هذا انتم تسوون الكليتشه بالبيت لو تشتروها جاهزه.